بسم الله وعلى بركة الله. السلام عليكم غالياتي. اليوم طليت عليكم بوصفة الكريب، وصفة ناجحة 100% مع جميع الأسرار. إذ كنت تعاني أنه الكريب يجيك معلك ولا يتطوط ولا يلصق في المقلة، نخليك مع هذه الوصفة والمقادير ونقولوا بسم الله. بالنسبة للمقادير، عندي 2 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، عندي قرصة ملح، عندي ملعقة متوسطة من الفاني بودر، عندي ملعقة كبيرة من الكاكاو، وعندي 2 ملاعق من السكر العادي، وعندي 2 ملاعق من الزبدة بعد ما ذوبناهم وبردناهم. بالنسبة للحليب، عندي فاني سائلة تقدروا تستغنوا عليها. بالنسبة للحليب عندنا 3 كيلات، وعندنا 2 كيلات فرينة. كيما راكم تلاحظوا يا البنات الحليب راهم 3 كيلات. انا عندي كيلة فقط هنا كيما راكم تلاحظوا، ودرك نزيد 2 كيلات من بعد. درك تشوفوا المقادير، لانه كاين سر يا البنات في هذه في هذا الكريب. خليكم معايا لاخر الفيديو باش ما يجيكمش هذاك الكريب المعلك اللي يطوط. نديرو 2 بيضات تاعنا بدرجة حرارة الغرفة بعد ما غسلناهم اكيد. نجيبو السكر تاعنا اللي قلت لكم 2 ملاعق كبار. نجيبو قرصة الملح اللي هي ضرورية، قليل فقط يا البنات من الملح. هنا عندي الملعقة المتوسطة من الفاني بودر، وعندنا الكاكاو هذا بني يا البنات، وعندي الكيلة الأولى تاع الحليب كيما راكم تلاحظوا يا البنات، الكيلة الأولى. وعندي شوي فاني سائلة، اللي ما عندوش رانا درنا البودر يعني نقدروا نكتفوا، ولكن اللي عنده يزيد باش نعزو النكهة. كيما راكم تلاحظوا الزبدة نديرها هي الأخيرة. هنا نخلطوا هذه المكونات كامل مع هذيك الكيلة الأولى تاع الحليب حتى يتجانسوا. خلطوهم مليح يا البنات. انا هنا بعد ما خلطتهم كيما راكم تلاحظوا، ما تخافوش يا البنات الخليط روك ولا كدرك يتصفى. هنا نزيدو الكيلة الثانية، ولكن الكيلة الثالثة نخلوها بعد ما نخلو الخليط يرتاح، لانه السر انه الكريب لازم ترتاح يا البنات. كيما راكم تلاحظوا انا هنا درك نجيب نغربل الفرينة، ولكن تقدروا الخطوة هذه ما ديروهاش لان راح نصفوا الخليط من بعد. كيما راكم تلاحظوا عفوا، انا هنا درك نغربل الفرينة تاعي كيما راكم تلاحظوا. هذه الكيلة الثانية. تقدروا يا البنات تكيلوا بأي كيلة، تقدروا تديروا كيلة صغيرة. أنا هنا حبيت ندير كمية، وكيما تقدروا تحتفظوا بها يعني تقعد ديروها اليوم وتقدروا تستعملوها غدوة. عندكم يوم فقط يا البنات، لأنه كيما تعرفوا فيها الحليب وفيها البيض، ما تخلوهاش ياسر في الثلاجة. اليوم وغدوة فقط. كيما راكم تلاحظوا درت هذوك 2 كيلات تاع الحليب مع 2 كيلات الفرينة، والمقادير اللي كنتوا تشوفوا فيهم. كيما قلت لكم يا البنات، الراحة تاع العجينة ضرورية حتى ما يجيكش معلك. لازم نخلو الخليط تاعنا يرتاح. انا هنا ندخل فيه نخلط فيه مليح كيما راكم تلاحظوا فيه يا البنات. الخليط تاعنا راهو مازال خاثر، انا راح نخليه يرتاح وهو خاثر كيف هكا كيما راكم تلاحظوا. انا هنا درك نخلط الخليط مليح ونجيكم. هنا بعد ما خلط هذاك الخليط مليح غير بالفويه البنات، ما ديروش الباتير ولا المضرب الكهربائي، غير بالفوي فقط. هنا درنا هذيك 2 ملاعق تاع الزبدة اللي كانت ذايبة وباردة كيما راكم تلاحظوا، ونخلطوا الخليط عادي كيما راكم تلاحظوا. انا هنا كنت خلطت مليح هذيك الزبدة مع الفرينة مع باقي الخليط. انا هنا جيت باش نصفي هذاك الخليط يا البنات، اللي قلت لكم راهو خطوة ضرورية ان نصفوا الخليط كيما راكم تلاحظوا.
هنا درك نصفيه أنا. كيما راكم تلاحظوا ضرورية يا البنات هذه الخطوة. كيما راكم تلاحظوا يا البنات الخليط تاعي مازال خيثر، وكيما نعرفوا الخليط تاع الكريب راهو يجي خفيف، ولكن هذا هو السر ان نخلو الخليط يرتاح وهو خيثر، ومن بعد باش نخفوه باش تتفاعل لي هذيك الفرينة مع هذاك من المكونات وما يجيناش الخليط معلق. كيما راكم تلاحظوا انا هنا كنت صفيتها. شوفوا لي القوام يا البنات في المرحلة الأولى مازال خيثر كيما راكم تلاحظوا. هنايا البنات كنت غطيت الخليط تاعي وخليته يرتاح 20 دقيقة، اللي قلت لكم انها مرحلة ضرورية نخلوه يرتاح. هنا بعد ما ارتاح 20 دقيقة، وهذا هو السر يا البنات، نجيبوا الكيلة الثالثة تاع الحليب تاعنا، راهي كيلة ثالثة يا البنات كيما راكم تلاحظوا. نصبوها على هذاك الخليط ونحركه غير بالفوي فقط من الفوق لتحت، نبقوا نخلطوا مليح حتى يتجانس الخليط كامل مع بعضاه. هذيك الحبيبات يا البنات راهي تاع اللحظة حليب بودر، انا ما كانش عندي حليب سائل، خلطت ماء مع حليب بودر كيما راكم تلاحظوا. شوفوا درك يا البنات القوام كيفاش جا خفيف، جا ليس ورطب، وهذا هو السر ان خلينا الخليط تاعنا يرتاح باش ما يجيناش هذاك الكريب المعلك، هذاك اللي تعودي انت تجبديه ويجبد، هذاك الصراحة ما نحبوش يا البنات. كون ما يظليش الكريب تاعنا مقرمش باهي، ما يعجبنيش صراحة. وهذا هو السر يا البنات ان خلينا الخليط يرتاح عفوا. شوفوا لي القوام يا البنات تاع الكريب كيفاه جا روعة. انا هنا في هذه المرحله كنت حطيت المقله تسخن، والسر يا البنات لازم المقله تكون ساخنه قبل ما نصب الخليط. انا هنا عندي زوز بنانات كما راكم تلاحظوا كنت باش نزين بيهم، قصيت المدورين بهذا الشكل اللي راح نحشيه بيهم، والكعبه الاخرى قصيتها بالطول اللي راح نزين بها كما راكم تلاحظوا يا البنات. بالنسبه للتزيين يا البنات اختياري، كل واحد يزين باش عنده ولا باش متوفر عنده في المنزل. هذه الكعبة اللي قلت لكم راح نديرها بالطول للتزيين الخارجي كما راكم تلاحظوا. بالنسبة يا البنات للسر الثاني تاع الكريب، كي نحطوا الخليط في المقلة ما نقلبوش حتى ينشف الوجه ويحمر الوجه من الأسفل. وراحة العجينة ضرورية يا البنات كما قلت لكم باش ما يجيكمش معلق كما راكم تلاحظوا. انا هنا كنت حطيت المقله تسخن، نجيبوا طرف زبده ندهنوه بها، ونجيب الخليط تاعي كما راكم تلاحظوا، نصب واحده فقط يا البنات، لالوش واحده، ملعقه واحده، وهذيك نمشوها كامله ما نزيدوش حتى كي تلقوا فراغات ما تزيدوش باش ما تجيكمش خشينه. حاولوا انكم تمشوا هذاك الخليط كما راكم تلاحظوا فيا انا، مشكم تلقوا مكان فارغ وما حبيتش تمشي ليكم هذاك الخليط تروحوا تزيدوا، لا ما نزيدوش يا البنات كما قلت لكم. هنا بعد خلوها حتى ينشف مليح الخليط وتحسوها انها حمارت من الاطراف باش نقلبوها. ضروري يا البنات تخلوها تنشف وتحمار باش تتقلب معاكم كما راكم تلاحظوا. انا هنا جيت باش نقلبها بعد ما كانت حمارت لي. شوفوا اللون يا البنات كيف جاء احمر، جات تشهي وما يجيش هذاك الكريب اللي يجي معلق. جربوها يا البنات وما تندموش. واللي تشوف الفيديو تاعي وما هيش مشتركه نقول لها اشتركي في القناه فضلا وليس امرا. هنا جينا لمرحله التزيين بعد لا قلبتها وزاد حمر شويه الكريب تاعي من تحت شويه فقط يا البنات، ما تخلوهاش تحمر ياسر. مرحله التزيين كل واحد يزين باش يحب. انا هنا كنت زينتها بالشوكولا الستيلا تاع المرجان، درنا قليل فقط لان راح نزينوها من الفوق كما راكم تلاحظوا. هنا نجيب البنان اللي كنت قصيته معاكم نزينو بيه كما راكم تلاحظوا، ونقفلها مثلث يا البنات. تقدروا تنحوها من فوق المقله يا البنات وتزينوها، انا راني ولفت نزين هكا.
هنا نجيبوها باش نديرو لها التزيين مع بعضنا، وكما قلت لكم كل واحدة تزين حسب واش عندها في المنزل، ولا حسب كاين يدير في الكوموند حسب الطلب. انا هنا جبت هذاك من البنان اللي كنت قصيتهم شرائح طوال، ونجيبو الشوكولاتة الطلاء تاعنا اللي قلت لكم تاع المرجان. هذه طريقتي في التزيين يا البنات، وكل واحد يزين على طريقته. ودرك نجيب هنا الكريمة الفستق كما راكم تلاحظوا. انا حبيت نديرها خطوط يا البنات، درك تشوفوا التزيين تاعها. هنا نجيب كردو ولا اي حاجة يكون خشمها رقيق كيما هذا، ونديرو هذه الخطوط، مرة نطلعو مرة نهبطو باش يجينا هذا الشكل كيما راكم تلاحظوا يا البنات. هنا يا البنات نخليكم مع طريقة التزيين. انا هنا كنت درت للعائلة اللي عندي، وكنت درت واحدة ثاني بعثتها. هنا نخليكم يا البنات، نقول لكم اذا عجبتكم الوصفة ومازال ما اشتركتوش في القناة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، وتدعموني باللايك والتعليق باش يوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. ونشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله. في أمان الله، دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.